السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل بخير وصحة جيدة يا رب. أنا في نعمة والحمد لله. ربي يدومها عليا وعليكم إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة، هانيين مهنيين انتوما وأحبابكم وعائلتكم إن شاء الله يا رب. على بالي طولت الغيبة عليكم، على بالي عندي مدة ما بنتش، لكن لي ظروف صحية وظروف أخرى. الحمد لله ترقلت الأمور وراني عدت بقوة إن شاء الله. كما راكم تشوفوا الأجواء ممطرة، اللهم صيبا نافعا ما شاء الله. الشتا راهي دايرة حالة، إن شاء الله تكون شتاء خير، إن شاء الله تكون بداية موسم شتاء ما يتوقفش، لأنه صراحة تقريب صرا جفاف. إن شاء الله ربي يدوم علينا الشتاء هادي ويدوم علينا النعمة تاعو إن شاء الله يا رب. إذا هنا رانا رايحين إن شاء الله بداية تجهيزات للولادة تاعي. ربي يرزق كل محروم، وربي إن شاء الله يفتح على كل وحدة بالذرية الصالحة، وأي حاجة وحدة في راي في بالها ربي يفتحها عليها ويحقق لها في القريب العاجل. إن شاء زواج، إن كان زواج عفوا، إن كان خدمة، إن كان أي شيء، ماشي شرط تكون فقط ذرية. كل واحد فينا راهو محتاج حاجة، إن شاء الله أي حاجة راهو واحد، أي واحد رايح خاصاته أي حاجة إن شاء الله ربي يحققها له ويكون في عونه إن شاء الله. إذا كما راكم تشوفوا دخلنا ملابس تاع محل تاع ملابس الأطفال. شوفوا ما شاء الله كاين أنواع وأشكال. تشوفي وحدة تنسى اختها تتلف لك كامل واش تدي. شوفوا شحال شابين، إن شاء الله ربي يكتبهم لكل واحد هاد اللحظة، يكتبها لها تخرج تخير تروسو تاع وليدها ولا تاع بنتها يا رب. شوفوا هادي شحال شابة، عجبتني هادي لاغوب بزاف شابة. وهاد الكغونيا اختانيت، هاد الكغونيا غديت واحدة منها في البيض، كاين في الغوز كاين في البيض. هادي تاع القطة تاني تعجبتني بزاف، جاية كيوت كيوت تهبل تدي العقل. شوفوا هادو كامل من رخاص، هادو كامل ب100,000، وخيري اللي عجباتك. هنا هادو المحلات جايين في الأغواط بالضبط في أفلو، يعني كاين ملابس بزاف شابين. والواحد تاني تيدي قيس ما يحتاج. حنا على بالنا بلي لي بيبي نوفوني بالخف يكبروا، صافي ندوم لهادو الصغار حبات حبات برك هكا، والاخرين مع الوقت ان شاء الله، خاطرش بيبي 3 شهور يكبر بالخف. اذا نشوفوا هادو الموديل تاني شحال شباب، جايب السنسله وعنده القلمونه تاعو هذيك من اللور. يعني كاين الموديلات بزاف مختلفه. تشوفي واحد كما قلت لك ينسك في الاخر. هادو يعني عندهم بزاف من اللي خرجوا، هادو تاع التاج. ديجا بنتي ريحه بعد 3 سنين من اللي شريتها لها، ومازالهم طونطونس مازالهم يمشوا. هادو الحقائب بديت منهم واحده عجبوني بزاف يرفدوا. اذا بعد الروتين تاعي اللي كان برا ديتكم تضربوا دوره معايا. بعد ما رجعت للدار راح نشارك معكم طبقين، طبق الغداء طبق العشاء، وكما حبيتوا ديروهم. اذا مع البرد هذا والشتاء ما تسلك غير حساء الدجاج بالخضار. هاد لاصوب تجي بزاف بنينه، تجي بزاف هايله وتوالم بزاف، خاصه مع المرض هذا اللي راهو منتشر بكثره. ربي يشفي كل واحد مريض وربي ينجينا ان شاء الله. إذا نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. إذا كما شفتوا المقادير تاعنا، عندي شوية خضر قرعة بطاطا، عندي صدر تاع شوية تاع الدجاج ماشي صدر، عندي أيضا بصل، عندي شوية تاع الزبدة باش نقليها. إذا هنا في القدر تاعي ضفت ملعقتين تاع الزبدة، ضفت البصل تاعي مقطع عادي، لانه راح نقطعوه كما حبيتو، يعني لانه راح نترحى كلش. كانوا عندي هذو القطع تاع الدجاج من الصدر، يعني نتوما واطراف اللي حبيتو، لكن الصدر هو المليح. اذا نحطهم يتقلوا مليح مليح. هذاك الدجاج تاعنا مع البصل، ومن بعد نزيدو نضيفو باقي المكونات بالعقل تدريجيا هكا، يعني حطوهم يتقلوا مليح مليح. اذا عندي هنا حوالي حبتين تاع القرعه، وعندي حوالي حبتين ايضا تاع البطاطا.
اذا نشوفوا هذه كامله راهي بطاطا، شوفوا تبان لكم شويه بطاطا شويه لفت، لكن هذه بطاطا كي تقشرتها هكا اللون جا هكا ولون جا هكا، وهي نفس اللون تاعها يعني. برك لداخل كي قشرتها شوفوا سبحان الله كل وحده واللون تاعها. اذا نشوفوا نخلو هذا الخضر تاعنا مع الدجاج يتقلاو مليح حتى يطلقوا هذاك، حتى يتحمروا مليح. نضيف لهم الملح، شويه فلفل كحل، وشويه تاع الزنجبيل كما تحبوا. انا في لي صوب هادو الصحيين ما نحبش نكتر توابل بزاف، وانتوما تبقاو احرار. اذا دوك نخليهم كامل يتقلاو هكا مع بعض، قلت لكم حتى نتحصل على هذاك اللون الذهبي. شوفوا نخلوهم ياخذوا اللون مليح، يتقلاو مليح. بعد في هذه المرحله انا حنجي نمرق بالماء يكون سخون. اذا نشوفوا اللون تاع المرق تاعنا كيفاش تحول للبني تقريبا، لانه خليته تقلى مليح. وهذه النقطه بزاف مليحه باش تجي لاصوب تاعكم بزاف بنينه ويجي فيها جو ما شاء الله. اذا نشوفوا كيفاش تقلى مليح، شوفوا لي كولور تاع الخضره تاعنا تاع الدجاج. خليتهم تقلاو تاع الصح مليح حوالي ربع ساعه 20 دقيقه يتقلاو على غرضهم. اذا هنا دوك نغلقها ونخليها طيب في جهه، وننتقلوا للطبق الثاني من جهه اخرى. اذا نشوفوا هنا عندي 3 حبات بطاطا قطعتهم مربعات وقليتهم. هنا عندي شويه تاع السلق حوالي ربطه، كنت فورتها شويه برك قسم ادخلها الطياب، ما حبيتش نغليها. ولا عندي فرماج ربي، عندي 3 حبات تاع البيض، عندي شويه تاع الزبده، وعندي شويه فلفل كحل، شويه ثوم، شويه تاع الملح. راح نديرو فطيره تاع السلق تجي بزاف شهيه وبزاف بنينه وسهله ماهله وما تديش كامل معكم وقت. اذا تحبوا ديروا حاجه للغدا حاجه للعشاء، تحبوا ترافقوهم مع بعضهم، نتوما احرار. اذا في المقله تاعي ضفت هذيك الزبده حوالي ملعقتين كبار، نخلوها تذوب هكا مليح مليح، ونجيبو نحطو فيها السلق هذاك تاعنا يدبل وياخد البنه نتاع الزبده تاعنا. اذا السلق تاعنا تقريبا راهو طاب، قلت لكم راهو مفور يعني يتشرب برك هذيك البنه تاع الزبده هذا ما كان. اذا راح نجي نحط التوابل تاعنا ونحط هذيك الثوم باش يتقلاو كامل مع بعض. الثوم هذيك راح تعطيه تان بنه هايله. السلق يحب بزاف الثوم، ويحب ايضا التقليه تاعو تكون على نار هاديه. اذا ما تحبوا ايضا تحطوا السلق ديريكت يتقلى في المقله ومن بعد تضيفوا زيت كما تحبوا. اذا هنا خليت السلق تاعي راهو يتقلى وجيت نشوف لاصوب تاعي. اذا نشوفوا بعد ما شربت الماء هذاك خليت كميه لاباس بها، راح نجي نضيف فيها قطع تاع الجبن تاعي. نتوما استعملوا اي جبن عندكم، انا هذا اللي كان متوفر في الدار. اذا نحطهم لداخل ونمكسيهم. اكيد خليت لاصوب تاعي بردت شويه، ما نحطوهاش هكاك بزاف وهي سخونه باش البغا تاعنا ما يخسرش، ونميكسيها هكا مليح. اذا بعد ما مكسيتها حطيتها راهي في جهه ملهيه. اذا هنا راح نرجع للسلق تاعي. اذا بعد ما تقلى مليح السلق تاعنا نحيته وحطيته في طبسي يكون هكا شويه كبير، نحط عليه الفرماج رابي ونحطو عليه هذيك ايضا البطاطا اللي كنت قليتها مكعبات صغار. نحاولوا ندخلوا كلش في كلش باش يتجانسوا المكونات مع بعضهم. وراني رايحه نجيب هذوك الحبات نتاع البيض نكسروهم ونحطوهم بالتدريج، نشوفوا الخليط تاعنا اذا يحتاج بزاف ولا لا. اذا نصاديبوا على حساب الحبه تاع البيض تاعكم اذا كانوا كبار او اذا كانوا صغار. هذه فطيره بزاف خفيفه وبزاف بنينه، نتمنى انكم تجربوها. اذا بعد ما غسلت البيض تاعي وكسرتوها وليك نجيب نحطوه بالتدريج. هنا نورمالمون دايره زوج برك، ما حبيتش ندير 3 على ضربه.
ونشوف عيني هي ميزانية الخليط تاعي، نشوف إذا يزيد يحتاج ولا لا. إذا الخليط تاعي هنا راهو مازالو محتاج، مازالو ناشف، راني رايحة نكمل هذيك الحبة الثالثة. ما تنساوش هنا زيدوا شوية الملح لكن ما تكتروش، لانه ضفنا ايضا الفرماج وايضا ضفنا الملح في الاول. اذا شوية ملح برك على جال البيض هذاك، هذا ما كان اصلا البطاطا راهي مالحة، يعني باش ما يجيكمش الملح غالب عليه بزاف. ديروا حسابكم في اي حاجة ديروها. الفرماج ايضا يطلق الملوحية. اذا دوك نروح ناخذ مقلاة صغيرة، قيس الفطيرة تاعي درت فيها شوية تاع الزيت، نحاول اني نوزع الزيت هذا كامل باش ما تلاصقليش الفطيرة تاعي، ونجيب الخليط تاعي ونفرغه فيها، خليتها سخنت شوية ونفرغه الخليط تاعنا فيها. لان بعد ما خلطناهم كامل مع بعض وحاولنا انه نوزع البيض قد ما نقدروا باش يتشربوا كامل البطاطا والسلق يجي كامل فيه البيض، نحاولوا الان انه نستفوا الطبقة تاعنا هكذا باش يجي الشكل تاع الفطيرة تاعنا متساوي ويجي بزاف شباب. اذا بعدها انا غطيته وخليته يتقلى مليح في غرضو يتحمر. هاوليك بعد ما تحمر قلبته من الجهه الثانيه يزيد ياخذ تحميره اخرى، والنار راهي ناقصه باش هذاك البيض يطيب للداخل، يطيب مليح حتى للداخل. اذا وهذه هي الفطيره تاعنا لنهار اليوم، نتمنى انها تعجبكم وتنال رضاكم. شبحتها هكا بشويه تاع جزر من الفوق، شويه تاع معدنوس، تجي خفيفه بزاف، تجي هشيشه، والبنه ما عندي ما نحكي. اذا ولادكم ما ياكلوش السلق ولا كديروا بهذه الطريقه اكيد راهم رايحين ياكلوه، يعني كاين مام كبار ما يحبوش، لكن بهذه الطريقه راهو رايحين كامل ياكلوه ويجي بزاف بنين. وصفه على ضمانتي، جربوها وماكمش ندمين وماكم خاسرين والو. تدعوا لي بالخير ان شاء الله وتولوا معتمدينها على مدى الايام. دوك نقسمها معكم تشوفوها لداخل، شوفوا كيفاش جات حاكمه روحها، وفي نفس الوقت تجي بزاف خفيفه. شوفوا داك البيض كيفاش طاب مليح معانا، دات تحميره بزاف شابه. حاجه خفيفه تقدروا ترافقوها ايضا مع لاصوب، كما تقدروا ديروها وحدها مع صحن تاع الشلاضه، نتوما احرار. اذا وهنا هاي الكلاسوب تاعي بعد ما كملت ميكسيتها كامل، شبحتها من الفوق، درت لها هاد الاشكال كما راكم تشوفوا. رافقتها بشويه خبز كنت حمصته في شويه زبده، عملت قطع تاع خبز حمصتهم في شويه تاع الزبده، ورافقتها مع هذيك لاصوص. ديروها كما حبيتو. اذا لاصوب هذه بزاف صحيه كما قلت لكم، خاصه هكا في الشتاء، راهي ريحه تحميكم مع هذا المرض اللي راهو منتشر. شوفوا القوام تاعها كيفاش تجي بزاف كريمي، تجي بزاف بنينه ايضا، وتحبوا ترافقوها نتوما كيما تحبوا. اذا ديما نعطي لكم انا حاجه، ولكن الاختيار الاخير يبقى ليكم. اذا كما راكم تشوفوا هذيك لاصوص هاي اللي كسيت درت شويه فوق الخبز، تجي بزاف بنينه، من بعد نشاركها معكم ان شاء الله. اذا كان هذا هو الفيديو تاعي بعد غياب، نتمنى انه ان شاء الله يكون الاستحسان تاعكم. الى الملتقى ان شاء الله، في امان الله.